بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سؤال حاير طاير: متى نرى جمهور الفرق المصرية وبما فيها الفرق الشعبية في دوري نايل في المدرجات؟ المدرجات خاوية باستثناء جمهور الزمالك في مباراة الزمالك. وهذا الجمهور يلقى دعم مادي ولوجستي في كل الأمور، حتى الطعام والشراب والانتقال. جمهور يعين عليه، كل حاجة متهيئاله ومتستفاله، ودايما تلاقيهم في المدرجات مكتظين من الدعم اللي بيجيلهم، لدرجة احنا سمعنا ان هما بيخشوا ببلاش وبدون تذاكر. هيلهم ايرادات للنادي ليه؟ النادي مش عايز ايرادات، النادي بيجيله حاجات بما يكفيه كفاية، النادي بيجيله كفايته. حتى فريق المصري الشعبي، الفرق الشعبية مفيش من الجمهور في المدرجات. ازاي يخش جمهور ضد جمهور ذلك؟ لا عيب، ما يخشش جمهور. هو الجمهور يخش بس جمهور الزمالك، يشجع الزمالك بس، والفرقة التانية تموت. ما هتلعب ازاي الفرقة دي بقى؟ ده بيموتوا الكورة في مصر. لما فريق بلا جمهور يلعب بلا روح ولا قلب، عكس ما تجد امام النادي الاهلي مع الفرق دي. تلاقي لها جمهور. طب الجمهور ده جه منين؟ متعرفش ولا تفهم اي حاجة. خليك ماشي ما تفهمش احسن. الفرقة دي حتى الواحد بيفرح الفرقة دي، لأن الفرقة دي قدام الأهلي، مستوى قدام الأهلي يأهلها إنها تاخد كأس عالم الأندية، مش دوري مصري. لكن قدام الزمالك مستواهم لا يرتقى إلى الدورات الرمضانية. اللهم لو كان هناك تفويت في مباراة المصري، لأن فريق فتح الملعب للزمالك كأنه بيلعب فريق درجة تانية. المصري فكر إنه بيلعب نفسه فريق درجة تانية. 4 أهداف مع الرأفة الزمالك سجلهم في مصر. بس مصر دي اللي بتغلبه بهدف بالقوة. يعني أقصى هزيمة المصري من سنين عمره ما اتغلب ب3، اتغلب 4. ازاي؟ طب فين الفريق المصري؟ طب فين المدير الفني؟ ده الزمالك كان كريم معاهم، كان ممكن يسجل 6. صح، كله لمسة يد والزمالك على ضربة جزاء طبعا معادي. ما الحاجات دي مبتتحسبش على الزمالك، بتتحسب لصالح الزمالك.